اللي مقضي حياته على القهاوي، لو النبي شافك قلبه مش هيتكدر ويتغير؟ مش هيحزن النبي عشانك؟ اخت الفاضله اللي ماشيه في الشارع بالاسترتشات والبضيهات وحاطه مكياجات وسايبه شعرها، لو النبي شافك مش هيتكدر خاطره؟ اخويا وحبيبي اللي ليل ونهار قاعد على الشات وسايب الصلاه وما بيصليش ولا بيذكر ربنا ولا قراءه قران ولا جامعه ولا دراسه ولا تعليم وحقوق والدين، النبي لو شافك مش هيتكدر خاطره؟ عذرا رسول الله، عذرا حبيب الله، عذرا ما أطعناك، عذرا أضعنا حدود الله. انا لما بعصى ربنا انا بأقدر خاطر النبي لو شافني، خدوا بالكم. انا لما بلبس الاسترتش ومش خارجه بحجابي انا بأقدر خاطر النبي. الشاب اللي عمال بيبحث عن البنت اللي يبص لها يمين وشمال واللي بيحاول يعزم بالله يجري وراها عشان يعني يغتصبها، او انت تقدر خاطر النبي لو رآك النبي على ذلك. عذرا ما أطعناك، البنت اللي ماشيه وقاعده مع شاب على القهوه وعماله بتشرب شيشه، ربنا يعافينا ويعافيكم، دي انتشرت الان بين شباب وبنات الحرام الجامعي. بقول لو النبي شافك هيقول ايه؟ يعني انت اللعب بتاعك ده اهم عندك من سلامه صدر وقلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ عذرا ما أطعناك، يمكن اكون سبب في تكدير خاطر النبي.